في الحقيقة من المعيب ومن المخزي أن نتكلم عن هذا الأمر، لكن بسبب فشل الحكومة وفسادها وساسة العراق، الفاسدين المنافقين سراق العراق الذين أوصلوا العراق إلى هذه الحالة وإلى هذا الوضع المأساوي. العاصمة بغداد، أتعلمون أن العاصمة بغداد تعاني من الوساخة؟ شوارعها لا تجد شارع واحد نظيف من شوارع العاصمة بغداد. إن هؤلاء الساسة وصلوا إلى هذا المستوى المتدني إنهم لا يستطيعون أن ينظفوا شوارع العاصمة بغداد أو شوارع المحافظات كافة. فهذا دليل على فشلهم وفسادهم ووساختهم، لأن النظافة من الإيمان والوساخة من الشيطان، وهم يدعون أنهم حكومة إسلامية وأنهم أصحاب إيمان وأنهم مسلمون، ونحن نعلم أن أكثر ما أكد عليه الإسلام هو الطهارة والنظافة.